بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس جديد بمعنى أو بعنوان مظاهر بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي. طبعا احنا تعرفنا في الحصص السابقة على كيفية انفراد محمد علي حكم مصر، وفي هذا الدرس سوف نتعرف على بناء الدولة الحديثة على يد محمد علي. طبعا محمد علي أو سياسة مصر الاقتصادية في عهد محمد علي قامت على نظام الاحتكار. سبب لجوء محمد علي إلى سياسة الاحتكار هو ضمان الدخول في سوق التجارة الدولية ومنافسة الدول الأخرى. هنا لو سؤال: سبب اتباع محمد علي سياسة الاحتكار في الاقتصاد المصري، يبقى إذن للدخول في سوق التجارة الدولية ومنافسة الدول الأخرى. وفي البداية نتعرف على الاحتكار. هو أن تقوم الحكومة أو الدولة ممثلة في محمد علي بالسيطرة أو بالإشراف على طرق التجارة، وذلك عن طريق عدة نقاط أو عدة أشياء، منها تحديد نوع الغلات التي تزرع، سواء قمح، شعير، قطن إلى آخره، حتى المصانع أو الصناعات التي تصنع، وأثمان هذه المصنوعات أو المواد الزراعية، أثمان بيعها أو شرائها بتحدد الدولة. يبقى الاحتكار هو أن تتولى الدولة الإشراف على الاقتصاد، وذلك عن طريق تحديد الغلات أو التقاوي التي تزرع، وتحديد أيضا الصناعات في الدولة، وتحديد أثمان البيع والشراء. المجالات الاقتصادية اللي شملها نظام الاحتكار وحدث عليها أيضا تطور في عهد محمد علي: الزراعة. واتخذ محمد علي عدة إجراءات في الزراعة، وأيضا لاحتكار الزراعة تتمثل في تغيير أوضاع الملكية الزراعية، وتم ذلك خلال 6 سنوات، بدأت من 1808 إلى 1814. يعني إيه تغيير أوضاع الملكية الزراعية؟ احنا تعرفنا قبل كده إنه الأرض كانت توزع أيضا على الفلاحين، والمالك هو السلطان العثماني. فمحمد علي هنا ألغى نظام الالتزام، وصادر كل الأراضي باسم الدولة، يعني حول ملكية كل الأراضي إلى الدولة. النقطة الثانية اللي اتخذها محمد علي في مجال الزراعة هو زيادة الإنتاج الزراعي، وده عن طريق تطوير الزراعة. ولجأ محمد علي إلى استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، ومنها الاهتمام بالتعليم الزراعي، حيث أنشأ مدرسة للزراعة واستخدم خبراء في مجال الزراعة من الخارج. الأسلوب الآخر في الزراعة الحديثة اللي اعتمده محمد علي هو تحسين طرق الري. وتحسين طرق الري عن طريق شق الترع أو حفر الترع وإنشاء القناطر، ومنها القناطر الخيرية. ونتيجة لذلك تحولت أراضي الوجه البحري إلى ري دائم بدلا من الري الفصلي، يعني كانت تزرع في مواسم سقوط الأمطار، لكن بفضل هنا القناطر تحولت الأراضي إلى ري دائم طول العام. يعني ضم محمد علي من الأساليب الحديثة في الزراعة إدخال أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية، والتي تمثلت أشجار التوت لتربية دود القز، وده طبعا عشان الحرير، نباتات النيلة الهندي، وكذلك تحسين زراعة القطن. يبقى وسائل حديثة لجأ إليها محمد علي زي ما تعرفنا. أيضا تغيير أوضاع الوسائل الحديثة اللي يتبعها محمد علي
كانت الاهتمام بالتعليم الزراعي، تحسين طرق الري، وإدخال أنواع أو محاصيل لم تكن موجودة من قبل. النقطة الثالثة اللي لجأ إليها محمد علي في مجال الزراعة، وهو طبق سياسة الاحتكار في الزراعة، وذلك عن طريق تحديد البذور التي تزرع. زود الفلاحين بالبذور والمواشي والأدوات اللازمة للزراعة. وطبعا هنا المواشي لأن الأراضي كانت تستخدم أو تعتمد على الأيدي العاملة، وكذلك على المواشي في حرث الأرض وتقليب الأرض. وكانت أثمان هذه البذور أو المواشي والأدوات الزراعية تقسم عند تسليم المحاصيل. بالنسبة للنقطة الأخرى والمجال الاقتصادي الآخر اللي حدث لتطوير أو تحديث في عهد محمد علي هو الصناعة. والصناعة هنا كان الهدف من الصناعة توفير احتياجات الجيش والأسطول، فكانت هناك علاقة بين تطور الصناعة والجيش والأسطول. يبقى الصناعة قبل عهد محمد علي كانت متدهورة ولا توفر احتياجات الجيش، لذا أخضعها محمد علي لنظام الاحتكار، وذلك لبناء القوة الذاتية لمصر. وكان ذلك عن طريق إمداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، يعني ممكن نقول توفير المواد الخام، شراء المنتجات المواد الخام أو الإنتاج بالسعر الذي تحدده الحكومة، فكان يعمل على رفع أسعار المواد الخام وخفض أسعار الإنتاج، وده يحقق الربح بالنسبة للدولة. سياسة محمد علي في الصناعة اعتمدت على، طبعا عندنا سؤال لو قلت لك بما تفسر أو علل أو ما تفسيرك لازدهار الصناعة في عهد محمد علي، هنلاحظ ممكن نلخصها عندنا في 5 كلمات، وهي إقامة وجمع واستعانة وترجمة وإرسال. إقامة المصانع الحكومية لتوفير الصناعات، جمع الصبية للعمل في المصانع ودوت أكسبهم الخبرة وكان بمثابة مدارس صناعية. أيضا الاستعانة إنه استعان بالخبراء الأجانب في مختلف الصناعات، أيضا ترجمة الكتب الخاصة بفنون الصناعة، وأخيرا إرسال البعثات إلى الخارج منذ 1809 لدراسة فنون الصناعة. وإذا أسباب ازدهار الصناعة في عهد محمد علي عندنا ملخصة في 5 نقاط. نروح للتجارة في عهد محمد علي. أيضا في التجارة طبق محمد علي نظام الاحتكار، والتجارة بتنقسم إلى قسمين: تجارة داخلية وخارجية. وزي ما تعرفنا إنه محمد علي احتكر الزراعة، وكذلك احتكر تسويق المنتجات الزراعية، يعني بيع المنتجات الزراعية. أما بالنسبة للتجارة الخارجية فكانت تقوم بها الدولة مباشرة عن طريق البيع للتجار الأجانب، وحتى ده بالنسبة للتصدير. أما بالنسبة للواردات أيضا الدولة احتكرت الواردات، فكان محمد علي لا يشجع على الاستيراد، وأن الدولة القوية هي التي توفر منتجاتها، أو أن الدولة القوية هي التي تزيد صادراتها عن وارداتها. ده كان رأي محمد علي، وده كان رأي سليم وسديد. أما في مجال النقل والمواصلات في عهد محمد علي، فمحمد علي اهتم بوسائل النقل، يعود إلى اهتمامه أيضا بالزراعة والصناعة والتجارة، لأن كل هذه العوامل نجاحها هو توفير وسائل النقل والمواصلة. يبقى إذا لماذا اهتم محمد علي بالنقل
المواصلات لتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي وتسهيل حركة التجارة عن طريق بناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط، أيضا تطهير البحر الأحمر من القراصنة، وكذلك إصلاح الموانئ وخاصة ميناء الإسكندرية وتمهيد الطرق البرية. يبقى محمد علي اهتم ببناء الأسطول، واهتم أيضا حفظ الأمن في البحر الأحمر وإصلاح الموانئ ومهد الطرق البرية. هذا الأمر شجع شركة الهند الشرقية البريطانية على استخدام طريق البحر الأحمر بدلا من الدوران حول أفريقيا أو ما يعرف باسم طريق رأس الرجاء الصالح. من النتائج التي ترتبت على ذلك إحياء طريق التجارة عبر مصر، وهنا مصر طبعا بتكتسب موارد اقتصادية زيادة. النتائج التي ترتبت على اتباع محمد علي نظام الاحتكار ده بصفة عامة للتجارة والصناعة والزراعة، إنه محمد علي أو مصر دخلت في سوق التجارة الدولية منافسا للدول، يعني تحقق هدف محمد علي، أصبحت الدولة هي المالكة للأراضي الزراعية وتم إلغاء نظام الالتزام. ترتب على ذلك أيضا بالنسبة للناحية الاجتماعية أنه اختفت بعض القوى أو الطبقات الاجتماعية وظهرت طبقات أخرى. إغلاق أسواق مصر أمام التجارة الأوروبية، لأنه بدأ يوفر كل المنتجات في الداخل، وقلنا كان اعتقاده أو رأيه أن الصادرات تكون أكثر من الواردات، وهذا أغضب الدول الأوروبية. بالنسبة للأحوال الاجتماعية زي ما قلنا اختفت بعض الطبقات أو القوى وظهرت قوى أخرى، وعندنا مقارنة بين قوى اجتماعية اختفت وقوى اجتماعية ظهرت. فمن القوى التي اختفت المماليك، حيث انتهى نفوذهم وحلت محلهم أسرة محمد علي. يبقى من القوى اللي ظهرت أسرة محمد علي، وظهرت كهيئة حاكمة، وأيضا معها بعض العناصر التركية اللي سيطرت على أمور الإدارة. هناك قوى اختفت أيضا كان لها تأثير يعني في الدولة، مثل علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وبدأت مكانتهم تأخذها القيادة من خريج المدارس العليا والبعثات اللي أرسلها محمد علي إلى الخارج. في المقابل ظهرت أيضا طبقة الأعيان اللي هم كبار ملاك الأراضي الزراعية ومتوسطي الأملاك، ودول بدأت قوتهم ونفوذهم تزداد منذ القرن التاسع عشر بتوسيع حقوق الملكية. أيضا هنروح هنا، احنا قلنا من الطبقات اللي اختفت هي طبقة التجار، والسبب في ذلك هو احتكار الحكومة للتجارة سواء الداخلية والخارجية، واختفت بعض الشخصيات التجارية المشهورة مثل أحمد المحروقي وحلول التجار الأجانب ووكلائهم اللي هم بدأوا يقوموا بدور الوسيط التجاري. بالنسبة للطبقات الاجتماعية اللي ظهرت أيضا طبقة العمال الصناعية، وظهرت في نتيجة لاهتمام الدولة بالمصانع، لكن الشيء اللي بقى أو ظل هو نظام طوائف الحرف الصغيرة، ودول كانوا بيقوموا بدور الوسيط بين الصناع وبين الدولة. أيضا ظهرت طبقة البدو، وطبقة البدو هنا ظهرت كقوة اجتماعية نتيجة أنه محمد علي منح زعمائهم أراضي واسعة تسمى الأبعديات لتوطينهم ودخولهم في الحياة المدنية. وإذا هنا قوة اجتماعية اختفت وقوة اجتماعية بدأت تظهر. أما بالنسبة للتعليم والثقافة في عهد محمد علي، فمحمد علي اهتم بالتعليم،
ويرجع ارتباط محمد علي بالتعليم أو اهتمامه بالتعليم إلى سياسة الاحتكار الاقتصادي وبناء القوة الذاتية، رغبة محمد في التوسع الخارجي وحروب محمد علي. سياسة محمد علي التعليمية أو جهوده في مجال التعليم تنصب على الاهتمام بالبعثات، إرسال البعثات إلى الخارج، إنشاء المدارس. كان اهتمامه بالبعثات خارج منذ عام 1813 حتى 1847، وهنا محمد علي تفوق أو سبق الدولة العثمانية في إرسال البعثات إلى الخارج. فأرسل محمد علي بعثات إلى فرنسا وإيطاليا وإنجلترا لاكتساب الخبرات، دول كانت متقدمة وخاصة في مجال الصناعة. يعني مثلا عندنا إنجلترا كانت الدولة التي انطلقت منها النهضة الصناعية، إيطاليا كذلك انطلقت منها النهضة الأوروبية. وكان إرسال البعثات دي بهدف دراسة الفنون العسكرية، بناء السفن والملاحة والهندسة والميكانيكا وكذلك الري والصناعة. كذلك أرسل البعثات لدراسة القانون والسياسة من طلاب الأزهر إلى النمسا وإنجلترا. ومن أشهر البعثات التي أرسلها محمد علي وكان لها دور أيضا البعثة التي ترأسها رفاعة الطهطاوي، واللي كان له دور في النهضة التعليمية. وكان رفاعة الطهطاوي أول رئيس لأول بعثة كبيرة إلى فرنسا سنة 1826، حيث استفاد هناك من الثقافة الإنسانية في فرنسا وأدرك أهمية هذه العلوم، وعاد إلى مصر واقترح على محمد علي تأسيس مدرسة الألسن سنة 1836 لدراسة اللغات الأوروبية والترجمة. وهذه المدارس أو المدرسة كان لها فضل في أو لعبت دور في نقل المعارف الأوروبية والغربية إلى. أما بالنسبة للمجال الآخر اللي اهتم به محمد علي في التعليم فهو المدارس، اللي بدأ إنشائها منذ 1816 إلى 1839، حيث أنشأ العديد من المدارس لخدمة المجال الاقتصادي، مثل مدرسة المهندس خانة والطب والولادة والصيدلة، ومدارس في المحاسبة والصنايع والزراعة والبيطرة، وكذلك مدارس حربية. لكن هنا كان في ازدواجية في الفكر والثقافة خلال عهد محمد علي، حيث التحق طلاب الأزهر بهذه المدارس في البداية، ثم بعد ذلك أصبحت عامة ومدنية، بمعنى أنها للجميع، فظهر نوع من ثقافة مدنية تختلف عن الثقافة الدينية اللي كانت عند طلاب الأزهر، ويرجع ذلك أيضا إلى التأثر بالحملة الفرنسية. كذلك أنشأ محمد علي ديوان المدارس 1837، وده كان بمثابة أول وزارة للتعليم في مصر. نلاحظ كذلك كان هناك نتائج ترتبت على البعثات اللي أرسلها محمد علي إلى أوروبا، البعثات ودي خلال الفترة من 1813 إلى 1847. إيه النتائج اللي ترتبت على هذه البعثات؟ هي اكتساب الخبرات اللازمة في الدراسة في المدارس اللي اتكلمنا عنها، أيضا تأسيس مدرسة الألسن، تمام، قلنا لها دور في نقل المعارف الأوروبية إلى مصر،
أعضاء البعثات أصبحوا محل الزعامة الشعبية، وقلنا هنا اختفت طبقة زعماء أو علماء الأزهر وظهرت طبقة البعثات أو حل محلهم طلاب البعثات اللي أصبحوا بيتولوا كثير من الأمور. هنروح لجزئية تتعلق بالبناء السياسي للدولة الحديثة. فأخذ محمد علي يفكر في إنشاء الدواوين وده كمراكز استشارية، وتأثر في ذلك بالحملة الفرنسية. وكانت أهم الدواوين والمجالس التي أنشأها محمد علي تتمثل في الديوان العالي أو الخديوي، ده كان تأسيسه 1824، والهدف منه كان البحث في شؤون الحكومة، وكان يرأسه رئيس الديوان وهو نائب عن محمد علي. الديوان الآخر يسمى مجلس المشورة أو مجلس الشورى، وهذا المجلس تألف من كبار الموظفين والعلماء والأعيان، وكان بينعقد مرة واحدة في السنة، وكانت مهمته أنه له سلطة استشارية في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية. أيضا هناك المجلس العالي. المجلس العالي كان بمثابة مجلس الوزراء، وبيتألف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، ويتكون من 2 من الأعيان و2 للحسابات، وإذا كان عن كل مديرية من المديريات. كذلك هناك المجلس الخصوصي اللي كان مهمته النظر في شؤون الحكومة الكبرى وإصدار اللوائح والقوانين، وكذلك إصدار التعليمات لجميع المصالح. والمجلس العمومي وكان مهمته النظر في شؤون الحكومة العامة. وإذا دي أهم الدواوين التي أنشأها محمد علي، واللي تأثر بها بالأفكار الفرنسية أثناء الحملة ومهمة كل ديوان. أيضا صدر عن محمد علي القانون الأساسي 1837، وده كان الهدف منه هو تنظيم العلاقة بين الدواوين الحكومية المختلفة واختصاصاتها، وهي ديوان أو الديوان العالي وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحر وده للأسطول ده ديوان التجارة. لكن كان هناك عيب وجه للبناء السياسي في عهد محمد علي أو نظام الحكم. كان الحكم بيقوم على فكرة الحكم المطلق الفردي، واستمرارا لما قبله أيام العثمانيين والمماليك. ويعني محمد علي رغم كل الدواوين وكل ما أحدثه إلا أنه كان هو مصدر السلطة وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فأيضا الحكم كان مطلقا كما كان في عهد سابقيه من عثمانيين ومماليك. من ضمن إصلاحات محمد علي هو التقسيم الإداري لمصر، حيث قسم مصر. طبعا مصر كانت مقسمة أيام الحكم العثماني إلى 16 إقليما. أدخل محمد علي بعض التعديلات طبعا، وده حيث يناسب الأعباء المالية المفروضة على الأهالي وحتى تقوم بالتساوي. إنه قسم البلاد إلى 7 مديريات، يعني 7 محافظات متساوية، يحكم كل محافظة مدير أو محافظ. قسم كل مديرية إلى مراكز، على كل مركز مأمور. قسم كل مركز إلى أقسام، على كل قسم ناظر، وكل قسم بيضم أيضا قرى، على كل قرية أو ناحية شيخ أو عمدة.
كان العنصر التركي بيتولى الوظائف الإدارية، يعني المحافظين أو المديرين وكذلك المأمور المركز، ده كله كان أتراك، ما عدا وظيفة الناحية أو القرى كان بيتولاها شيخ البلد أو العمدة. بالنسبة للسلطة القضائية أيضا حدث عليها تطور في عهد محمد علي، أنه أضاف للديوان الخديوي أو الديوان العالي بعض الاختصاصات القضائية. أيضا أنشأ جمعية الحقانية، ودي كانت هيئة قضائية تختص بمحاكمة كبار الموظفين، ودي بتساوي حاليا أو توازي محاكم الجنايات والجنح. كذلك أنشأ مجلس التجارة، ودي تعتبر محكمة إدارية لفض المنازعات بين التجار وبعضهم البعض، أو بين التجار والأهالي، أو بين التجار الأجانب، ولذا ضمت عدد من الأجانب في تشكيلها. يعني من ضمن أعضاء المحكمة التجارية كان هناك بعض الأجانب. بالنسبة لبناء القوة العسكرية، كان طبعا كل ما سبق يهدف إلى بناء قوة مصر الذاتية، وكان محمد علي يهدف إلى بناء دولة قوية عسكرية. وطبعا هو كان في البداية رجل عسكري، ولذلك فكر في بناء قوة عسكرية نظامية. وطبعا قبل محمد علي كانت هناك فرق عسكرية تعتبر غير نظامية وعناصر مرتزقة، يعني مرتزقة شغالة بمبالغ مالية معينة، اللي يدفع أكثر هو الذي له الولى. والفكرة دي بدأت تظهر وأصبحت أكثر إلحاحا على محمد علي بعد حروب الحجاز أو الحروب الوهابية. وهنا طبعا قلنا كان الجيش محور سياسة محمد علي وتحديث مرافق الدولة كلها، كان الهدف منها هو بناء دولة قوية. لذلك أنشأ مدرسة الطب لإعداد أطباء للجيش، أنشأ المهندس خانة لإعداد خبراء في الصناعة وتوفير احتياجات الجيش من سلاح وذخيرة. أصبح الجيش أداة لتقدم العمران بمصر، بالإضافة إلى مهمته العسكرية. وكان إعداد الضباط يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى عام 1815، وهنا فكر محمد علي في تدريب بعض الأتراك اللي اشتركوا في الحرب الوهابية، لكنهم رفضوا التدريب أو تمردوا على التدريب الحديث وحاولوا قتله، لذلك تراجع عن تدريب الأتراك. أما المحاولة الثانية كانت 1820، واعتمد على أبناء المماليك فأنشأ المدرسة الحربية واستخدم لها ضباط ومعلمين أوروبيين. الكولونيل سيف أو ما اللي أسلم بعد كده وسمى نفسه سليمان، واختار مقرها أسوان لتخريج ضباط عسكريين على النظام الحديث. وطبعا هو اختار أسوان أو مكان بعيد لبعدها عن جو المؤامرات في القاهرة أو التنافس السياسي، وأيضا تجنبا لإثارة خواطر الناس ضد قيام فرنسي بتدريب الجيش، يعني خوفا من اعتراض الناس لوجود ضابط فرنسي. ثم إعداد الجيش واجهته صعوبة، وهي اختيار الجيش. لذلك هنلاحظ أنه محمد علي ابتعد عن الترك والأرناؤوط، ودوت لأنهم كانت صفتهم متمردة، وابتعد عن المصريين في البداية خوفا من ثورتهم عليه، لذلك لجأ إلى تدريب واختيار السودانيين. لكن أيضا هذه المحاولة
فشلت لعدم ملائمة الجو بالنسبة للسودانيين، فقرر الاعتماد على المصريين، وبدأت هذه التجربة تلقى نجاحا منذ 1824. طيب، نتيجة لتوسع محمد علي في تجنيد المصريين، ترتب على ذلك أن محمد علي استخدم طائفة من كبار الضباط ليعاونوه في تنظيم الجيش. أيضا أرسل بعض المصريين الشبان إلى أوروبا لإتمام دراستهم الحربية، وبعد ذلك حلوا محل الأجانب في المدارس الحربية. أيضا بالنسبة لإنشاء الأسطول، كانت هناك علاقة بين الحروب الوهابية وإنشاء محمد علي الأسطول. وهنلاحظ هنا أنه بداية تفكير محمد علي في الاهتمام بالأسطول كانت منذ 1811، لأنه أثناء الحروب الوهابية أراد نقل الجنود عبر البحر الأحمر، لذلك اهتم بالأسطول وبدأ تكوين الأسطول، فأنشأ ترسانة في بولاق ثم الإسكندرية لصناعة السفن الحربية وكذلك التجارية، ثم إنشاء معسكر لتعليم الجنود والأعمال البحرية، وأقام مستشفى ومدرسة بحرية على إحدى السفن لإعداد الضباط البحريين. أيضا محمد علي أرسل بعثات بحرية إلى فرنسا وإنجلترا، وذلك للحصول على تعليم متقدم بالنسبة لمجال البحر. أيضا محمد علي اهتم بإنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة، ويرجع ذلك إلى محاولة محمد علي الاستغناء عن استيراد الأسلحة من الخارج، فعمل على إنشاء ترسانة في القلعة لصناعة الأسلحة والمدافع، فأنشأ مصنعين للبارود بالحوض المرصود والمقياس بجزيرة الروضة، أنشأ القلاع والاستحكامات اللازمة للدفاع عن العاصمة، كذلك بدأ إصلاح قلعة صلاح الدين وبناء قلاع أخرى في الإسكندرية ورشيد ودمياط. واهتمام محمد علي ببناء مصر الحديثة والاقتصاد والجيش والأسطول. والحصة القادمة سوف نتحدث عن السياسة الخارجية لمحمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.